السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نحن معكم الآن من الشارع العام مع الأخ والمناضل عبد الله باقر طيان، ويعتبر من الشخصيات البارزة في محافظة شبوة ومديرية عرمة، وهو يشتغل في صناعة الجنابي. هل استفدت شيء من صناعة الجنابي؟ والله هذا الجنابي أساس عملنا وعمل أهلنا وأولادنا برضه نعلمهم. سمعت والحصل كيف ما نحصل. وهل تستوردون؟ قالوا انك تستورد السفن من الخارج. لا 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 لا، نجيب قرون البقر. قرون البقر من وين؟ من افريقيا، من عده دول افريقيه. يجيب قرون البقر من دول افريقيا وله تجاره مخصصه، يعتبر من اكبر بايعين القرون البقر البهيص. وهو مديرية عرمة، وكانت عرمة تشتهر بهذا. فهل ترى هناك اقبال على الجنابي؟ ايوه اقبال، انا اقبال. يعني كم احسن اول؟ هل صحيح سعر الجنبيه يبلغ 100,000 ريال سعودي الزراف؟ الزراف يصل، نعم يصل 100,000 ريال سعودي يصل. واقل جنبيه كم؟ الجنبيه 10 8. 10,000 8. ولد. وهل هذه التجارة ما زلتوا تحافظون عليها على الآباء والأجداد؟ أيوة نعم، مستمرين. نعم إن شاء الله مستمرين فيها. نعم. وتعتبر تجارة رابحة فعلا. كيف رابحة؟ أيوة. كيف؟ ايش توجه للجمهور؟ ايش توجه للجمهور؟ للناس اللي يشاهدونك الآن ايش توجه لهم؟ نوجه التحية لمناضلي الجنوب. يوجه التحية أساسا الحراك الجنوبي، وأنا من أساسيات الحراك الجنوبي الذي بدينا به في 2009 في عتق. خلي السياسة، احنا الآن معنا هذا السياسة هذه جنابي، وهو يعتبر مناضل سياسي. طيروا طيركم. شكرا جزيلا لك.